يلا نقول بسم الله واللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هنعمل النهارده وصفه تجنن. هقول لكم ازاي هنعمل الجمبري المقلي والصبيط المقلي واللون الذهبي بتاعهم الحلو قوي ده، من غير ما الطبقه بتاعتهم تقع ولا تفك، وتاخدي الطبقه الكريسبي بتاعتهم تحفه. هتقدري تعملي كميه كبيره جدا جدا جدا، مش هيجي تمن نص كيلو من اللي بتجيبيه بره من المحلات، بطعم وريحة بجد حكاية. محدش هيدوق منك غير لما يقولك بجد ان هو زي الجاهز واحسن من الجاهز كمان. يلا مع بعض نشوف مكوناتنا ايه. انا هنا جبت معايا كوباية ونص من الدقيق، وجبت معاهم معلقة صغيرة من الكمون ومعلقة صغيرة من هريسة الشطة، وهنزل عليهم بالبهارات بتاعتي، ملح وفلفل وكمون ونص معلقة من البابريكا عشان تديني اللون الذهبي الحلو. هنا قسمت الكمية بتاعت التتبيلة بتاعتي على طبقين، طبقة هحط منه الجمبري وطبقة التانية هحط فيها الصبيط. اهم حاجة ان انا اسيبها في التتبيلة معايا حوالي نص ساعة او ساعة، او احسن حاجة ان انت تبيتيها من قبلها بيوم. هنا بقى جبت حلة على النار ونزلت فيها كده بمعلقة من السمنة البلدي، ونزلت بيها من معلقة من الثوم المفروم، وبعد كده هنزل عليها كان عندي شوية كده من شوربة السي فود، رحت منزلاهم على الحلة اديهم تشويحة حلوة. وبعد كده نزلت عليهم بورق اللورا والمستكة وهديها تقليبة لغاية لما تشرب ميتها خالص، ونزلت عليهم كمان بالبهارات، ملح وفلفل وكمون، وهسيبهم بقى لغاية لما يتشوحوا معايا، وكل الحاجات اللي بتاعتي او المكونات بتاعتي تبدأ انها لونها يتغير. عايزه اقول لكم ان انا عملتها معاكم بكذا طريقه، دي طريقه برضو منهم حلوه قوي من غير اي تكاليف خالص. نزلت عليهم بقى بشويه من الميه المغليه وسبتهم كده لما ياخدوا يدوا مع بعضهم ويشربوا من الريحه كويس، وهبدا ان انا انزل عليهم بمعلقه كبيره من الكرفس الاخضر. عايزه اقول لكم بيدي طعم وريحه حلوه جدا للشوربه. بس كده هبدأ بقى ان انا اسيبها تستوي على نار هادية خالص مع بعض مع نفسها كده، وتعالوا نشوف هنعمل طبقة الكريسبي بتاعت الجمبري بتاعتنا ازاي. هنا جبت طبق معايا فيه كوبايتين من الدقيق وكوباية من النشا، وعليهم كده معلقتين من الفيجيتار الحار، وهبدأ ان انا اغلف المكونات بتاعتي حلوة قوي قوي بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، وارصهم في طبق. اهم حاجة ان هم يبقوا متغلفين كويس، وبعد ما اغلفهم او ان انا اخلص الكمية بتاعتي احطهم في التلاجة حوالي نص ساعة الطبقة بتاعتي تمسك حلوة عليها. الطريقة دي او الخطوة دي مهمة جدا، هتخلي الطبقة بتاعت الدقيق بتاعتك انها ما تفكش منك خالص. بنفس الطريقة برضو عملت السبيت، وزي ما انت تحبي تقطعي السبيت، حابة تحبي اعملي شرايح، حابة تعملي حلقات، براحتك. اهم حاجة ان انت تبقي غسلاه حلوة قوي عشان الزفارة بتاعته، وتشيلي الطبقة الداخلية اللي فيه، وتنقعيه كده في خل او ليمون، وتسيبيه حوالي نص ساعة قبل ما تحطيه في التتبيلة بتاعتك. هنا بقى نزلت بطاسة صغيرة كده وحطيت فيها زيت. لازم اهم حاجة لما اجي اقلي الجمبري او السبيت بتاعي يبقى متغرق في زيت او في زيت غزير يعني، واسيبه يسخن قوي قوي، وبعد كده هبدأ ان انا انزل عليه بالحاجة بتاعتي. هنا بقى خلاص بدأت ان انا نزلت باول طبقة من الجمبري، مش هقلبه خالص غير لما احس ان هو كله تغير اللون بتاعه. عايزه اقولك لغايه اخر طاسه هتعمليها هتلاقي الزيت بتاعك نظيف، الطبقه مش هتفك، قرمشه فظيعه ما شاء الله، كان طعمه وريحته بجد حكايه. بدأت كده ان انا يعني احس ان هو بدأ ان هو يمسك في نفسه بالظبط 3 دقايق. هو من النوع اللي هو ما بياخدش سوا على النار. بدأت كده اول ما يبدأ ياخد لون من تحت هبدأ ان انا اقلبه. زي ما انتوا شايفين كده الطبقة مسكت فيه حلوة قوي، ما بهدلتش معايا الزيت ولا اي حاجة خالص. هسيبه كمان 3 دقايق وابدأ ان انا اطلعه على طول على مناديل او مصفى عندي، وبعد كده هبدأ ان انا اقدمه. شايفين اللون بتاعه حلو قوي قوي ازاي؟ عايزه اقول لكم قرمشته فظيعه، شايفين المنظر، ما شربش زيت خالص. عايزه اقول لكم ان النشا ما بتخليش اي حاجه انت تقليها انها تشرب زيت. الزيت بتاعي نضيف وزي الفل. هخلص بقى باقي الكميه بتاعتي كلها، ما تحطوهوش على بعضه، وحاولي تخلي مكان كده ان هو يستوي براحته، ان هو ما يلزقش في بعضه، عشان الطبقة او الغلاف بتاعه ما يفكش لما انت تحطيهم على بعضهم. عشان كده انا بحط حبة صغيرين بحبة صغيرين. ادي الكمية اللي انا عملتها، او ادي الطاسة الاولانية اللي انا طلعتها. خلاص بقى الكمية كلها بتاعتي الاول، بعد كده هنزل بالصبيت بتاعي. تقدري تعملي الخطوة دي كلها وتغلفيه كمان بالدقيق والمكونات بتاعته،
وتحطيه في اطباق فويل وفي الفريزر وتطلعيه على القلي على طول، برضو بيبقى حلو قوي قوي، ومن الحاجات اللي المنجزه لو انت بتشتغلي او ان انت مثلا ما عندكيش وقت او حاجه، فبيبقى من الاكلات المنجزه بصراحه معايا. لو عملت الخطوه دي او انا جايبه كميه بقطعهم وبتبلهم وبخليهم تمام واحطهم كده في التلاجة او في الفريزر على القلي على طول. زي ما انتوا شايفين الصبيط برضو من الحاجات اللي ما بتاخدش سوا خالص. بدأت كده ان انا نزلتها في الزيت بتاعي وهبدأ ان انا اطلعها على طول اول ما احس انها خدت اللون الذهبي او الكريسبي بتاعي. شايفين شكلها عامل ازاي؟ يا ريت بجد كنتوا معايا، كنتوا شميتوا الريحة وشفتوا القرمشة كانت عاملة ازاي. خلص بقى الكمية بتاعتي كلها وبعد كده هنرجع نشوف هنقدمه ازاي مع بعض. طبعا مش عايزه افكركم لو وصلتوا معايا المرحله دي ما تنسوش اللايك والكومنت الحلو عشان يوصل لكم كل. بس كده بقى بعد ما قدمنا الوجبه بتاعتنا ما كانتش محتاجه اي حاجه جنبها. حابه تعملي سلطه بقى طحينه براحتك، انا استكفيت بس بالجرير وسندوتشات كده وعصره ليمونه. عايزه اقول لكم بجد كانت روعه. يا رب تجربوا الفيديو ده ويعجبكم وتكون الطريقه سهله وبسيطه عليكم. صدقوني اوفر بكتير جدا ما تجيبي اكل جاهز من بره. ما عملناش اي حاجه تاني، خلاص هو طبق استكفينا كده بالاكله دي وعملنا جنبيها كمان طبق الشوربه. بس كده، ويا رب يكون فيديو النهارده عجبكم كده وتجربوه وتقولوا لي في الكومنتات. طبعا مش هنسى اقول لكم ما تنسوش اللايك والكومنت الحلو وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ولو انتي اول مره تشوفي قناتي اعملي لها شير وسبسكرايب. بس كده، ويا رب يكون فيديو النهارده عجبكم واستفدتوا منه كده، وتعرفوني في الكومنتات وتجربوا الوصفه وتقولي لي طريقتي عجبتكم ولا لا. واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير جديده، وباي باي.